السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل نهاركم هادي ونادي وكله خير وسعادة وحب عليا وعليكم وعلى كل اللي بيتابعوني. بصوا بقى، احنا النهاردة غدانا صينية بطاطس بالوراك. بس عاوزة وانا بعمل معاكم كده الغدا النهاردة لفت نظري حاجة كده عاوزة اتكلم فيها معاكم، عشان عاوزة كل واحدة مرت بالموقف او بالمنظر اللي انا شفته امبارح قدام المدرسة تبقى عارفة ان ما ضاقت الا لما فرجت ان شاء الله. انا معدية من قدام مدرسة حكومي وشفت واحدة طلعت من المدرسة قدامي وقعدت كده ووقفت على جنب وقعدت تعيط. فبيني وبينكم لفتت نظري، انا قلت يمكن عاوزه تروح معهاش فلوس، حصل لها اي موقف، فرحت عليها. بعدين بقول لها ايه يا حبيبتي مالك انت بتعيطي ليه؟ في ايه؟ قالت لي على المصاريف والعيشه والكتب وعيالها الثلاثه اللي معهاش تدفع لهم، وقعدت تحكي لي على الوضع اللي هو حصل معانا كلنا. بيني وبينكم وانا مخنوقه اكتر منها والله العظيم. يعني انا ربنا وحده هو اللي عالم بيا، هو اللي عالم بيا ربنا. بس عارفين المثل اللي بيقول لك من شاف بلاوي الناس هانت عليك بلوته. يعني انا كنت طالعه تعبانه ونفسيتي متضايقه في حاجات مضايقاني في حياتي، فلما شفت دي قلت صح، من شاف بلاوي الناس هانت عليه بلوته. وان ربنا الواحد لما بيكون شايف ان هو عنده مشكلة والمشكلة دي يعني حاجة مش هتتحل، وان هي المشكلة الكبيرة في الكون، وان اللي هو عنده مش عند حد، والنصايب اللي عنده مش عند حد، والامراض اللي عنده مش عند حد، والمسؤولية اللي هي عنده مش عند حد، وان هو اللي شايل الكون كله على دماغه ويا الناس كلها رايقه وهو اللي مش رايق. اكتشفت ان الموضوع ده لا، ده في انا ممكن يكون عندي مشكله وانا حاسه ان دي عقبه كبيره، الاقي ناس تانيين عندهم حاجه اصعب واصعب واصعب. الست دي لما قعدت سمعتها وسمعت الكلام اللي هي قاعده بتقوله على عيالها والمصاريف والدروس والمدرسه والاكل والشرب والغلو اللي احنا فيه، قعدت سمعت الكلام اللي هي بتقوله، حسيت ان ديت رساله من ربنا. يعني ان انا طالعه مخنوقه بجد، والدنيا كده كانت سودة في وشي، ومش قادره اقول لكم انا كنت ماشيه عامله ازاي، وماشيه بقول يا رب يا رب. لما لقيت دي وقعدت تكلمني على اللي هي فيه قلت الحمد لله على اللي انا فيه. قلت الحمد لله، ده في اللي اصعب مني، ده في اللي اكتر مني. فانا عاوزاكم كلكم كده، كل اللي بيسمعني وكل اللي عنده مشكله كده وبيبقى مفكر ان هي دي اخر الكون، خلاص الدنيا هتقف، يشوف مشكله حد تاني قريبه وصاحبه جاره، هيلاقي ان اللي هو عنده اخف. لا، هيقول الحمد لله على اللي عندي، والله العظيم هيقول الحمد لله. زي ما انا كده سبتها ومشيت وقلت الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله على اللي انا فيه. وانا برضو متعشمه في وجه الله ان ربنا مش هينساني. على العموم ادي صينيه البطاطس اهي طلعت بالوراك. ده كان الغدا بتاعنا النهارده. بس قلت وانا بعمل صينيه البطاطس بالوراك دي اتكلم معاكم على الموقف دوت، عشان كلنا بنمر بيه، رجاله وستات بنمر بيه. فاللي بيشوفني بقى ما ينساش اللايك والاشتراك في القناه، ونهاركم سعيد وربنا يفرح قلبكم كلكم ويفرح قلبي انا كمان معاكم.